السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بصحه وبعافيه. مرحبا بكم في قناتي اياز استوس. ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يلحقكم كامل الجديد، وما تنساوش ديروا لي جيم وكومنتير تشجعوني. راح نولي نبارطاج معكم كامل الوصفات السهله والبنينه والاقتصاديه اللي تحبوها نتوما. اليوم راح نديرو كيف مقارون بواحد لاصوص تجي قراف بنينه. هذه الوصفه تقدر تعتمدها وحده خدامه ولا ما عندهاش الوقت حتى به الطيب، ولا تقدري تاني ديريها لولادك سيداتي راح تعجبهم بالبزاف. نروح نحطوا الماء حتى يغلى، من بعد نحطوا هذيك المقارون تاعنا في هذاك الماء ونزيدوا لها مغرفه صغيره تاع ملح. وفي جهه واحده اخرى نروحوا نجيبوا المقله تاعنا نديروا فيها شويه تاع الزيت، نخليوه شويه حتى يسخن. من بعد نديروا البصله تاعنا مقطعه نقليوها شويه حوالي 5 دقائق هكذاك حتى يتكراميليزا البصل تاعنا. من بعد نروحوا نجيبوا طماطم كونسونطري نديروا مغرفه كبيره ونخليوها زيد شويه تتقلى. من بعد نزيد لها الكريم فريش. هنايا راح نستعمل تاع الا بزاف هائل. بعد ما زدنا الكريم فريش نخلطوا كامل المكونات كيف ونخليهم يتكتكوا في عقلهم. البنات وقولوا لي اذا ندير لكم هكا دي فلوق طوال ولا فيديوهات هكا على الطبخات التقليديه ولا عصريه. فوالا نتوما شجعوني جوست باللي جام تاعكم ولي كومونتير، والباقي خليوه عليا انايا. وهنايا انايا ما كترتش بزاف لي زيبيس، جوست درت الفلفل الاسود وشويه تاع ملح هذا مكان. وبعد ما طيبنا المقارون تاعنا نديو منها كاس تاع الماء هذاك اللي غلينا فيه المقارون ونزيدوه للصوص تاعنا. وتقدري تاني تعوضي هذا الكاس تاع الماء بالكاس تاع الحليب. مين ننصحكم بديروا كاس تاع الماء هذاك اللي غليتو فيه المقارون احسن. ونخلطوا كامل المكونات كيف حتى يندمجونا. وفي هذه ليطاب سيدتي كل ما تكتري هنايا الفخوماج راح تجي المقارون تاعك بزاف هايله. هنايا انا استعملت الفرomاج على فاش كيغي بزاف هايل. وتقدري تاني تستعملي شيزي ولا اي جبن انت تفضليه ويجيك بنين. بعد ما نحط الفرomاج تاعنا نخليه حتى يذوب مع هذيك لاصوص. ولازم هذاك الفرomاج اللي حطيتيه تخليه يذوب كامل مع هذيك لاصوص باه ما يبقاش هكا نتشات هكا تاع فرomاج راح تبشع المنظر. ليسونسيال بعد ما طيب لكم هذيك المقارون تزيدوها فوق هذيك لاصوص وتخلطوهم مليح، وزيد تخليوها طيب شويه تكتك. من بعد في اخر ايتاب انايا درت جبن تاع موتزاريلا باه تجي تتعلق وعلى المنظر يعني. مي راح يمد تاني واحد البنه بزاف هايله. غير جربوا هذه الوصفه باسكو فغي صح تستاهل يعني بزاف بنينه. شوفوا كيفاه في الفيديو نخليكم مع هذا المنظر. وما تنساوش تدعموني بالاشتراك في قناتي وتخليوا لي جيم وكومنتير. فوالا الى الملتقى ان شاء الله حبيباتي.